أهلا بيكم معايا، واليوم ال19 من شهر رمضان الكريم. فاضل يوم ونخلص الثلث الأوسط من شهر رمضان. لعله يكون بخير، ولعل تكون الأيام اللي فاتت أيام كانت جميلة وسعيدة عليكم جميعا. الأول عايزة أقول لكم على شوية announcements. عملت لكم المانيوال لحد ما احنا واصلين. لكن علشان تقدروا تعملوا له داونلود لو حابين، فعملته على جزئين. المانيوال اللي هو ممكن تطبعوه لو حابين، او لو عندكم بي دي اف اديتور تقدروا تكتبوا جواه نفسه لو حابين. فالمانيوال هيبقى على جزئين. الجزء الاول هيغطي 15 حلقة، سوري 15 فزورة يعني. والجزء الثاني هيغطي ال 15 فزورة التانيين. للي حابب ان هو يدخل السحب ويشوف اذا كان ان شاء الله يكسب جايزه من الجوائز الثلاثه اللي اتفقنا عليهم. الاولى هي انه يعمل كوتشنج معايا 4 مرات لمده شهر، يعني مره اسبوعيا. و... وعلى برضو السيلف ديسكفري بحيث انه يحقق هدف نفسه يحققه. و او 2 كوتشنج سيشن على مدى، يعني برضو خلال شهر، فهتبقى كل اسبوعين. او واحده كوتشنج سيشن بس نشوف الدنيا اخبارها ايه. دول ال3 جوائز بتوعنا. وعلشان ندخل السحب زي ما قلت لكم قبل كده، الناس اللي نفسها تعمل ده هتقدم ال 30 فزوره الحل بتاعهم. عشان نقدم الحل بتاعهم عملت لكم فورم على جوجل فورمز. والفورم ده عملته بس على 3 أجزاء علشان تقدروا تلاقوا بسهولة شوية في إن أنتوا تحلوا 10 فوازير 10 فوازير 10 فوازير. وهحط لكم برضو اللينكس بتاعت ال3 فورمز دول، لا الاثنين عشان الثالثه لسه ما اشتغلتش، على الديسكريبشن ان شاء الله. وهشير معاكم الديسكريبشنز دي، في الديسكريبشنز دي اللينكس ان شاء الله، من هنا لغايه اخر الشهر باذن الله تعالى. هيبقى الفورمز دي بتجمع الايميلز بتاعتكم، او هبعت لكم في الايميل مين اللي هيبقى هيرسى عليه السحب ده ان شاء الله باذن الله، ومين هيفوز معانا ب3 جوائز دول. ده فيما يتعلق بالإعلانات. في آخر الحلقات إن شاء الله، أو على الفزورة الأخيرة، طبعا هعمل استقصاء للرأي عشان أشوف إيه اللي أخبار معاكم، إيه اللي عجبكم، إيه اللي نفسكم تعدلوا فيه، أو إيه اللي نفسكم تشوفوه مرة تانية. أو ممكن حد يبقى عنده كرييتيف ايديا، فكرة كده خلاقة جميلة نقدر نقتبسها أو ننفذها أو نعمل بيها حاجة تنفع الجميع بإذن الله تعالى. دي كلها الاعلانات، الانونسمنتس بتاعتنا النهارده باذن الله تعالى. افكركم تاني، افتكروا يبقى معاكم النوت بوك اللي كتبتوها، افتكروا تكتبوا كل سؤال. لو هتشتغلوا من النوت بوك اكتبوه في حته تقدروا تشوفوها، عشان حتى لو الاجابه لسه ما ظهرتش معاكم يبقى العقل عمال يدور عليها. النهارده هنتكلم على التعبير عن النفس. كل واحد فينا له طريقه في انه يعبر بيها عن نفسه. والتعبير عن النفس بياخد طرق مختلفة. it depends على كل بني آدم فينا، و it depends على الشخصية. في مرة هنتكلم على الشخصية، فدي هتبقى قدام شوية. لكن تعالوا نقول في حاجات، طرق معروفة نتكلم عنها. أول حاجة التعبير اللفظي، اللي بيتكلم على الكلمات. بعبر بالكلمات. أعبر بالكلمات إزاي؟ اللي أنا بعمله معاكم دلوقتي أنا بعبر بالكلمات، بقول الحاجات اللي جوايا، اللي في عقلي، اللي في قلبي، اللي في إحساسي، عن طريق الكلمات. طبعا ممكن البني آدم يعبر عن طريق الكلام، وممكن البني آدم يعبر عن طريق الكتابة. وهنا أنا دايما بطلب منكم إن انتوا تبتدوا تكتبوا إجابات الفوازير دي، لأنها جزء منكم، دي طريقة تعبير عن اللي جواكم. ولما بنسيب اللي جوانا يلف يلف يلف، ساعات بيخش في حتة ضلمة عشان العقل بيعتاد إنه ياخده معاه. وساعات الافكار دي بتبتدي تتضخم وتبقى مش قادرين نعمل عليها كنترول. فكل ما احنا بنقدر نخرج اللي جوانا ده في ان احنا نكتبه ونفرغه، كل ما عقلنا هيبقى اهدى، كل مشاعرنا هتبقى اهدى، كل ما هيبقى عندنا مساحة اكبر للابداعات. فبالنسبة للناس الكرييتيف المبدعة، هنتكلم على الجزء الكرييتيف. لكن في قصة الكتابة، حتى لو عندكم أفكار إبداعية ومش عارفين تنفذوها لسه، اكتبوها. فدي على الأقل هتبقى طلعت
واتحطت هنا، وتقدروا ترجعوا لها تاني في وقت تاني. فيبقى أول نوع من التعبير هو التعبير اللفظي بالكتابة أو بالكلمات، ويمكن أنتوا عندكم طرق تانية تقدروا تشيروا معايا. تاني تعبير التعبير الغير لفظي، والتعبير الغير لفظي معناه تعبير بلغة الجسد، سواء إذا كان الواحد بيستخدم إيديه، وممكن إحنا ساعات بنعمله مع أولادنا لما تبقي في مكان بقى والولاد قاعدين وبياكلوا حالتهم حالة والدنيا ملخبطة، أو بيعملوا حاجة هم عارفين إن هم مش راضيين يعملوها، يعني مش مفروض يعملوها، وبص لهم بقى كده ونبرق لهم أو لو يعني. ماشي، ده تعبير غير لفظي مش بقوله، لكن بعبر بيه بلغة الجسد. اوكي. لما بفتح دراعاتي عشان احضن حد، ده تعبير لفظي بقول له اهلا وسهلا. لما بقفل دراعاتي معناها ان انا لا جاردد، قالت البيت مش اوبن قوي كده. لو حد بيكلمني وانا بعمل حاجه ومشغوله وانا على التليفون بشاور. بس احنا هنا بس بندي اكزامبلز عشان تقربوا من الفكره. فمن التعبيرات الغير لفظيه كمان الطريقه اللي بنلبس بيها، الطريقة اللي بنحط، إذا كنا بنحط الطرحة ولا بنعمل شعرنا ولا بنحط مكياج، طريقة لبسنا وحتى في المناسبات المختلفة، ده نوع من التعبير عن شخصيتنا. دي كلها سيلف اكسبريشن، كلها أنا بقول أنا مين، بلبس أنهي ألوان، ما بلبسش أنهي ألوان، بلبس أنهي ستايلز، عايزة أقول إيه بالستيتمنت بتاعتي. إبداعي، التعبير الإبداعي هو حاجات أنا بعملها وفيها كرياتيفيتي. أرسم، أكتب شعر، أكتب قصة، ممكن. اوكي. او ممكن يكون نحت، ممكن يكون اي نوع من الانواع اللي هي بتظهر بتبين جزء من اللي جوانا. التعبير الابداعي ممكن يكون في ان انا اعمل اكله او كيكه، او او اعمل مفرش، او اعمل ستاره، او اخد صور، او اعمل فيديوهات، او اعمل فيديوهات زي اللي احنا بنعملها دي دلوقتي، او اعمل تصميمات، او اعمل اشغال يدويه. دي طريقه للتعبير عن النفس برضو بشكل ابداعي. في تعبير تاني من خلال أنشطة، دي للناس أقوى شوية وبتحب الحاجة الفيزيكال، إن الواحد يتحرك. ودي ممكن تكون في طريقة إن الواحد يلعب رياضة، في ممكن تكون الواحد بيرقص، ممكن تكون إن الواحد يقعد في الطبيعة أو يمشي في الطبيعة أو يتأمل في الطبيعة. دي كلها، أو إن البني آدم يعمل أعمال تطوعية. دي كلها طرق للتعبير عن النفس، بما إنه كمان بيختار الحاجات اللي تتوافق مع قيمه، تتوافق مع البيربس بتاعه او الهدف من حياته. واخر حاجه الديجيتال اكسبريشن او ديجيتال سيلف اكسبريشن، وده التعبير الرقمي. وده كلنا بقينا بنعمله على الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب وكل السوشيال ميديا. سواء بصوره الفيديوز اللي بنحطها او حتى اللي بنشيرها. ما هو ده بيقول احنا مين، ده بيقول احنا بنعبر عن نفسنا ازاي، بنقول ايه اللي عايزين نفكر فيه. ان احنا نعمل لايك او نعمل شير، او ان احنا حتى نعمل ديسلايك، او ان احنا نقول رأينا. دي كلها طرق للتعبير. ان حد يعمل مدونة ويكتب فيها او يرد بمقالة، كل الكلام ده طرق للتعبير. من الطرق دي، ايه طرق التعبير عن النفس اللي خاصة بيك انت؟ ولو مش دول، ايه؟ فهتلاقوني عامله لكم الاكسرسايز بتاعكم هتشوفوه، وهتلاقوا فيه جزء كده طريقتي انا. فاللي عنده حاجه زياده يقولها مختلفه، اهلا وسهلا بيكم. احنا نحب نسمع منكم دايما، وكلنا بنتعلم من بعض. شكرا ليكم، اشوفكم بكره ان شاء الله، الى اللقاء.